السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حبايبي، أنا النهاردة إن شاء الله معاكم في فيديو جديد. يا رب الفيديو إن شاء الله يعجبكم. أتمنى إن انتوا وانتوا بتتفرجوا كده تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة عايزين بقى نحط الأكل الفراخ البلدي بتاعتنا، نشوف هنحط لها ايه. هنا عندنا ده بواقي الأكل اللي هو كان بتاع قبلها بيوم. هنا في مكرونة هيت، وفي عليها سلطة، وهنا عندي عيش بايت بايت يعني من قبل كده، فانا اخدته بليته. انا ما بقدرش افركه الحقيقة، فانا ببله بعصره جامد من المية. وهنا عندي دوت ردة، وعندي علف. طبعا احنا العلف مكون اساسي ما بنستغناش عنه، ولكن احنا بنقلل الكمية اللي احنا بنحتاجها. وهنا انا كان عندي بنجرايه بشرتها، وكنت بشرة بصلة، وحطيت كل دوت على بعضه. حطيت العلف على الردة، على العيش المبلول، على البنجرايه هي الحمراء اللي انتوا شايفينها دي. حطيت ده كله على بعضه، وزي ما انتوا شايفينه كده مش معجن، يعني لازم تخليه مفرول زي ما انت شايفه بالطريقه دي، كانك برضو فركه العيش على ايدك. بس انا الحقيقه ما بقدرش افرك العيش على ايدي، فانا زي ما انتوا شايفين كده، وزي ما انتوا شايفين عملت الاكل بالشكل ده عشان الفراخ تقدر تاكله. هنا عندي بسم الله ما شاء الله الفراخ الكبيره ما شاء الله بتاكل مع الفراخ الصغيره، وتقريبا حجمهم بقى قريب منهم قوي. وطبعا انا حطيت لهم هنا الاكل دوت اللي هو العلف والردة والبنجر والحاجات دي في طبق لوحده، وبواقي الاكل حطيتها في طبق تاني لوحده عشان بس المكرونة والسلطة ما يعجنوش الاكل. وانتوا شايفين هنا بسم الله ما شاء الله بياكلوا ازاي كويس، ويعني ما شاء الله صحتهم كويسة. وطبعا لحد دلوقتي احنا ما ضفناش ولا ادويه ولا اي حاجه تانية غير اكل البيت. وما ضفناش الحمد لله اي ادويه ولا اي حاجه خارجيه غير اعشاب واكل البيت وبواقي الاكل. وبرضو بنضيف العلف ولكن بنسبه قليله مش كتيره. هي عامه الفراخ البلدي بسم الله ما شاء الله بتبقى دايما محتاجه ان هي يعني بتعيش على اكل البيت عادي، بتعيش على الخس، على البرسيم، على الكرات، على بواقي الاكل، رز، مكرونه، اي حاجات، اي اكل في البيت عندك. بجانب برضو احنا بنحسن البروتين اللي عندها شوية، ان احنا ممكن بنضيف لها شوية علف ولكن مش كتير زي الفراخ البيضة. فهي بتبقى الصراحة بتبقى جميلة. وكمان الحاجة الطيور اللي بتاكل اكل البيت وما بتاكلش علف كتير، الحقيقة بيبقى طعمها جميل جدا. تبقى لحمتها مسكرة وحلوة يعني. لان احنا حتى لما بنربي الفراخ البيضة لازم قبل ما نذبحها بحوالي 10 ايام بنغير لها مرعى، ان احنا بنأكلها من اكل البيت، بنأكلها اي حاجة تانية غير العلف. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. واتمنى حبيبتي ما تنسيش في الاشتراك واللايك والكومنت. ودايما عايزة تشجيعكم ليا عشان نعمل فيديوهات كتيرة وجديدة. واتمنى ان يكون الفيديو بتاعي افادكم. وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة في رعاية الله.